ناس كتير في عز الفترة اللي احنا فيها دي عايزة تحمي فلوسها ومدخراتها من التضخم ومن ان هم يقلوا مع الوقت. في منهم بيقرر يشتري سيارة للادخار او للاستثمار. امتى العربية تكون استثمار فعلا وتكسب منها فعلا وتحقق عائد منها كويس؟ لما تطبق 3 شروط اساسيين هقولهم في اخر الفيديو، فلازم تتابع الفيديو ده للاخر. بنتكلم في حوالي من 200 ل 250 عربيه جديده زيرو بتتقدم في سوق السيارات في مصر. انا جايب لك اهم 9 عربيات فيهم، بس مش هدخلك في الدوشه الكبيره دي. 9 عربيات زي الجنيه الدهب تشتريهم وتحفظ فلوسك فيهم. يلا. هنبتدي مع بعض من أول السيارات الاقتصادية وصولا لحد السيارات الغالية والفاخرة. وطالما بنتكلم عن السيارات الاقتصادية فالمركز الأول هيكون من نصيب نيسان صني. ونيسان صني أرشح لك وبقوة تشتري الفئة التانية أو الفئة التالتة، لأن دول المطلوبين ودول اللي دايما إعادة بيعهم كويسة وتقدر تمسك فيهم فلوس كويسة. المركز الثاني هيكون من نصيب هيونداي الانترا، وهي واحدة من العربيات في الفئة المتوسطة الأكثر مبيعا. العربية دي على مدار سنين وسنين نفس الموتور والفتيس الاعتمادي اللي الناس بيحبوه، ونفس قلة الأعطال وقطع غير متوفرة، وتقدر كمان تمسك فيها فلوس كويسة جدا 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 في إعادة البيع، لأنها عربية متعددة الاستخدامات، عربية عائلية وتنفع للشغل وتنفع لاستخدامات كتير جدا. المركز الثالث هيكون من نصيب سكودا اوكتافيا اي 8. العربية دي لو عايز حبة من الدلع شوية، لو عايز تاخد براند كويس، ولو عايز تركب عربية أدائها محترم وفي نفس الوقت تمسك فلوس زي ما قلنا، أرشح لك وبقوة سكودا اي 8 وتختارها ما بين الفئة الأولى أو الفئة الثانية، لأن دول الأكثر مبيعا. المركز الرابع هيكون من نصيب الملكة اليابانية تويوتا كورولا. مش محتاجين نتكلم عنها ومش محتاجين نتكلم عن مبيعاتها وقد ايه العربية دي فعلا مطلوبة، وفعلا زي الجنيه الدهب مطلوبة بطريقة غريبة يا جماعة. العربية دي أرشح لك فيها وبقوة الفئة الثانية أو الفئة الثالثة، دول أكتر فئتين مطلوبين في العربية. المركز الخامس لمحبي الكروس اوفر والاس يو في. عربية النهاردة وحش كاسر في عالم الاس يو في، عربية من هيونداي وهي هيونداي توسان. العربية دي جنيه دهب حرفيا، مطلوبة بطريقة غريبة، ورشح لك بقوة الفئة الثالثة او الفئة الخامسة على طول، يا الثالثة يا الخامسة، دول الاكثر مبيعا من هيونداي توسان. المركز السادس هيكون من نصيب المنافس الشرس كيا سبورتج. والعربية دي هي وتوسان ماشيين في نفس الخط، الاتنين مطلوبين جامد جدا، قطع غيارهم هي نفس قطع الغيار وبدون أعطال إطلاقا. كيا سبورتج أرشح لك الفئة الثالثة أو الفئة الخامسة زي توسان بالظبط، اللي هي فئة الجي تي لاين. لو طلعنا للسيارات الفاخرة شوية فرشح لك سيارات من مرسيدس، خصوصا السي 180 اللي قدامنا دي، واحدة من العربيات الصاروخية في المبيعات عند مرسيدس. واللي بعدها كمان في المركز الثامن اختها الكبيرة الاي كلاس. الاي كلاس عربية بتبيع بطريقة غريبة،
مناسبة لناس كتير جدا، وناس كتير جدا جدا بتعشقها وبتحبها، ونديها لقب الجنيه الدهب برضو. المركز التاسع والأخير هو غير متوقع، من نصيب وحش، وهو الجي كلاس. العربية دي برضو جنيه دهب، ولكن في فئة وفي طبقة تانية خالص. العربية دي لو معاك فلوس كويسة وعايز تشيلها في عربية، بجد أرشح لك العربية دي. زي ما احنا شفنا كده، دول اهم 9 عربيات استثمار تستثمر فيهم فلوسك وما تتعرضش لخسارة نهائي، بل بالعكس تكسب فيهم كمان. بس شروط الاستثمار غير الاستهلاك. الاستثمار لازم 3 شروط اساسية. اولا، العربية اللي تشتريها تحافظ عليها كويس جدا، تركنها ما تستخدمهاش، دي عربية استثمار. دول عربيات عاملة زي الجنيه الدهب بالظبط، بتشتريه تسيبه على جنب عشان بعد كده هتكسب فيه وهيزيد وقيمته ترتفع. ده نفس الكلام بالظبط. الشرط التاني، انك حتى لو اشتريت العربية عشان تتحرك بيها وتستهلكها، فيكون معدل استهلاكك ليها بسيط جدا، ما يعديش ال10,000 او ال15,000 كيلو بشكل عام للعربية. سواء هتبيع دلوقتي، سواء هتبيع بعد سنة، بعد سنتين، لازم عربيتك ما تعديش ال15,000 كيلو عشان تقدر تبيعها بحالة كويسة وبعداد كويس، وتقدر تكسب فيها اكبر كم ممكن من الفلوس. لان كل ما العداد هيزيد وكل ما العربية هتمشي، كل ما هيقل من ثمنها. الشرط الثالث والاهم هو اختيار وقت الشراء واختيار وقت البيع. وده شرط مهم جدا جدا. لازم تبقى عارف امتى تشتري عشان تشتري عربيتك بافضل سعر ممكن، وامتى تبيعها باعلى سعر ممكن. انا جاي افيدك على فكره، يعني يا رب تكسب يا عم وتبقى زي الفل عادي، ما عنديش مشكله. انا كواحد شغال في العربيات عايزك تكسب وتتبسط. فامتى تبيعها وامتى تشتريها، دي حاجات انت لو متابع معايا هنا هتعرفها مع الوقت. مش هقدر اوضحها لك في فيديو على طول، بس امتى تشتري وامتى تبيع تابع كويس عشان تعرف امتى فعلا نشتري وامتى نقرر نبيع ونكسب والدنيا تبقى تمام. واللي بيقولك السيارات مش استثمار، سيبك منه واخلع منه، بيهري وخلاص. السيارات استثمار ولكن ليها شروط، غير كده بتبقى استهلاك. تمام. واللي اشترى عربيه من اللي انا قلت عليهم دول، او ايا كان العربيه، كسب فيها ومبسوط دلوقتي والدنيا تمام معاه، فسيبك من اللي يقولك العربيات مش استثمار. مفيش الكلام ده، العربيات استثمار، بس تحافظ عليها كويس وتطبق الشروط اللي قلنا عليها. سلام.